التفصيل بيعمل لك دخل كل يوم حتى لو قليل. أهلا بيكم، أنا خالد السباحة. أنا صنايعي ونفسي أبدأ مشروع وخايف أبدأ إزاي. طبعا الموضوع ده يتوقف على مادياتك. لو طبعا أنت راجل صنايعي أكيد أنت عايز تبدأ مشروع بأقل إمكانيات. يا ريت يكون مشروعك من البداية كده تبعد عن إن أنت تشتغل جاهز، لأن برضو في أسئلة كتير بتيجي شبيهة لكده. أنا عايز أبدأ مشروع وأعمل براند، أسأل على التفاصيل فتلاقي الإمكانيات المادية ضعيفة، تلاقي ملهاش خبرة في المجال أساسا وبتحلم إنها تعمل براند. فكل دي أحلام مشروعة مفيش مشكلة، بس في خطوات لازم نخطوها ولازم نبدأ بيها ونبدأ على قدنا يعني. فلو حضرتك صنايعي فأنا بنصحك إن أنت تبدأ طبعا بأقل إمكانيات. أنت إذا كان عندك فكرة إيه اللي ممكن تبدأ بيه لو أنت شغال في مجال ملابس سيدات، أو أنا هنصحك النصيحة اللي هي تخص تخصصي. فأنت لو شغال في مجال السيدات فأنت كفاية جدا إن أنت تبدأ ورشتك بمكنة خياطة حمام زيت، تبدأ بمكنة اوفر، تبدأ بجهاز مكوى صغير بمقصاتك بحاجتك، وتبدأ في مجال التفصيل الأول. يعني ما تبدأش، لا ينصحك أو أنت يبقى حلمك إن أنت أول ما تشتغل في المجال الجاهز، فده أكبر غلط بالنسبة لك. وأنا شخصيا وقعت فيه في أول حياتي يعني. لأن أنت هتخش مجال الجاهز، أنت مش هتخش بمهنتك أو هتخش بصنعتك أو هتخش بشطارتك. لا، احنا في مجالات تانية في التسويق ودراسة السوق ومين اللي هيسوق والمنافسة وسعر الخامات والتصنيع والحتة بتقف عليك بكام وبتقف على المصنع الكبير بكام. فأنت مش هتقدر تخش في أي منافسة، مش هتقدر إن أنت تنجح أو تحقق حاجة لأن في منافسين ليك أكبر من كده. فأنت لو نزلت السوق مش هتقدر إن أنت تنزل السوق بإمكانياتك. فالنصيحة ليك لو أنت صنايعي وعايز تبدأ بداية صغيرة، أو لو أنت ست بيت وعايزة تبدأي بداية على قدك، فيا ريت نبدأ بالتفصيل. التفصيل يا جماعة، التفصيل بيعمل لك دخل كل يوم حتى لو قليل. يعني حتى لو أنا بادئ بالتفصيل وبادئ إن أنا بشتغل حتى تصليح، فأنت التفصيل أو التصليح ده بيدخل لك دخل يومي، دخل لك دخل قليل، دخل لك دخل كتير، فبيدخل لك دخل قليل. عكس ما أنا أبدأ عايز أعمل مشروع جاهز، فأنت كل يوم بتصرف. تمام، مفيش مشكلة إن أنت يفضل حلمك موجود، بس أنت كل يوم بتشتغل فيه تفصيل، كل يوم بتكتسب خبرة في الشغل، في الموديلات، في الخامات، في اسعار الخامات، في ذوق السوق، في ذوق الزبون اللي بيجي لك نفسه، ده بيطلب الموديل ده وده بيطلب الموديل ده. كل ده بيأهلك ان انت بعد كده تبقى براند، وبيكبر اسمك لان اسمك نفسه هو اللي بيبقى براند. فانت تقدر تحقق حلمك، او انت تقدري تحققي حلمك بعد ما تبدأ الموضوع بالراحة وعلى مهلك عشان ما يكلفكش. فانت لو حابب او انت لو حابة انك تبدأي المشروع، فتبدأي الاول بالتفصيل. بعد كده مفيش مانع ان انا كل موسم اعمل موديل واثنين وثلاثه واعمل لهم فوتو سيشن واصورهم وانزلهم على صفحتي، وابدا ان انا اجس واشوف السوق، وان انا اسوق عن طريق صفحتي وعن طريق النت. والموضوع هيكبر معاك سنه سنه، يبقى عندك محل، يبقى عندك براند. بس يعني احنا في توقيت ما ينفعش ان احنا نجازف، لو معانا قرشين نجازف بيهم وان احنا نصرفهم. فانا بشرح لك الطريقه الاضمن. لو انت عايز تعمل مشروع ابدا بالتفصيل، وبعدين سنه سنه خش في مجال الجاهز عشان تبقى عندك المعلومه الكافيه عن الاسعار، عن المنافس، عن كل السوق بيبقى داير ازاي، فتقدر ان انت تنافس وتقدر ان تقدر تبيع شغلك. يا رب اكون قدرت اجاوبك على سؤالك. شكرا لكم، مع خالص تحياتي، خالد سبحان.